لكن انت لعيبه الاهلي، وانا اسف ان انا بقول الكلام ده، اساسيات الكوره مش عارفين يعملوها، الاستلام والتسلم وان انت تستلم الكوره بين الخطوط انت رايح انساق ورا اللي بيكرهك. الراجل ده ما خلاكش حتى تيجي تكسب باسكت يقول لك اصل الاتحاد السكندري اصل ما عندهمش اساسيات اللعبه. لعيبه النادي الاهلي ما عندهاش اساسيات اللعبه. لعيبه النادي الاهلي ونجوم النادي الاهلي المكتسحين قاره. الوحيده ان انا ابقى فاقد اساسيات كره القدم في الاهلي ان هو اللي يكون مختار اللعيبه، هو اللي يختار اللعيبه. بس بيتكلم على ان الاهلي فاقد اساسيات اللعب من نادي ثاني، فاقد اساسيات كره القدم، فاقد اساسيات كره القدم. الاهلي بلعيبته يعني محمد علي برمضان فاقد اساسيات لعيب كره القدم. زيزو اللي كان هو عنده هو من شهرين كان احسن لعيب واعظم لعيب في افريقيا. امام عاشور فاقد اساسيات لعيبه كره القدم. اسامه ابو علي وحسين الشحات وحمدي فتحي وديانج كل دول فاقدين. دي اساسيات لعيب كوره. انت فاقد ايه؟ انت عارف الفرق اللي بيني وبينك في الثلاث سنين قد ايه؟ 63 نقطه. يعني انا لو فاقد اساسيات كره القدم انت لسه بتتعرف عليها بقى. اللي يسوى مش عايز اغلط، مش عايزين نغلط في الناس. عيب ان يحصل من لعيب قديم ولعيب كبير مفروض هو مسؤول دلوقتي هو يهاجم لعيبه النادي الاهلي ويطلع يقول، لما يطلع مسؤول ولعيب قديم ولعيب كبير يهاجم لعيبه النادي الاهلي ويقول ان لعيبه النادي الاهلي دي فاقده الاساسيات، فاقده اساسيات كره القدم. مش عايز اقول له طيب ما هو انت كان عندك ناس راحوا النادي الاهلي، معنى كده ان هم ما كانوش عندهم اساسيات كره القدم عندك؟ ان سقطه منه ان يقول حاجه زي كده. نعرف اللعيبه ان خليته اللي يسوى واللي ما يسواش يتكلم. والله اقسم بالله شوف الفرقه الثانيه عامله ايه.